السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل اختبر نفسك على درس الموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية، دراسات الصف الرابع الابتدائي، صفحة 127. يلا نبدأ. أكمل العبارتين التاليتين بكلمات مناسبة ما بين القوسين. عندنا هنا الجوفية والمالحة. 1. مياه البحار من الموارد المياه. مية البحر من موارد المياه المالحة. هنقوم كاتبين المالحة. 2. تقوم الزراعة في بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء والواحات على المياه. هتكون بنستخدم في الزراعة في بعض المناطق زي شبه جزيرة سيناء والواحات اللي هي موجودة في الصحراء على مياه المياه الجوفية. تمام. عندنا هنا ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي. أمام خريطة للموارد الطبيعية في مصر، أجب عن سؤالين 3 و4. 3. يشير رقم 1 إلى معدن. فين رقم 1؟ ده رقم 1، وجايبين لنا هنا ديت عنوان الخريطة أو المفتاح. طيب رقم 1 وعليها العلامة دي. طيب دي فوسفات. فين؟ دي فوسفات، يبقى رقم 1 فوسفات. طيب ندخل على رقم 4. يشير رقم 2 إلى المعدن. فين رقم 2؟ ده رقم 2 وده معدن، وهنا موجود في الخريطة، يبقى معدن المنجنيز. ده معدن المنجنيز، ويوجد في شبه جزيرة سيناء. يبقى المعدن الفوسفات بيوجد فين؟ في الصحراء الغربية، والمنجنيز يوجد في شبه جزيرة سيناء. رقم 5. استخدم المصريون القدماء النباتات العطرية والطبية في مجال الطب، الهندسة، الفلك، الأدب. المصريين القدماء كانوا بيستخدموا النباتات العطرية زي الصبار وغيره، أو زيت الخروع، والنباتات الطبية في مجال الطب. تمام. مع المستحضرات التجميل برضو تعتبر تبع مجال الطب. رقم 6. أي من التالي يعد موردا طبيعيا؟ ايه هي الموارد الطبيعية؟ السياحة، المياه، التجارة، الصناعة. كل دي موارد بشرية إلا المياه اللي هي ربنا خلقها لنا. رقم 7. يهدف مشروع الصوبات الزراعية في مصر إلى زيادة المحاصيل الزراعية، مصادر الطاقة، الموارد المائية، الموارد المعدنية. مشروع الصوبات اللي هو الصوب الزراعي، الصوب اللي هو زي مكان كده بيبقى درجة حرارته عالية أو منخفضة. لو عالية عشان مثلا تطلع محاصيل ما هيش موجودة في نفس الفصل، يعني مثلا زي مش عارفة، مثلا زي محصول ما هوش موجود مثلا في الشتاء بس بيطلع في الصيف، فديت اسمها صوبات زجاجية عشان بتطلع النباتات ما هيش موجودة في الفصل بتاعها. طيب يهدف المشروع الصوبات الزراعية في مصر إلى زيادة إلى زيادة المحاصيل الزراعية. 8. الذهب يستخدم في صناعة الصلب، الخزف، الحلي، الزجاج، الذهب. احنا بنجيب الذهب، البنات بتلبس الذهب ليه؟ عشان الحلي. 9. ما العلاقة بين المياه الجوفية والزراعة في الصحراء؟ طيب عليها عامل كبير. ازاي؟ لان ساعدت المياه الجوفية على قيام الزراعة. طيب فين؟ في البيئة الصحراوية وتركز السكان فين؟ حولها. فهنقوم كاتبين ساعدت المياه الجوفية على قيام الزراعة في الصحراء وتركز السكان حولها. تمام. السؤال العاشر. صنف الموارد التالية حسب نوعها في الجدول التالي. يعني هو جايب لنا موارد ونصنفها ما بين موارد مائية ومعدنية وطاقة. طيب نهر النيل موارد موارد مائية. هنقوم كاتبين نهر النيل. طيب الحديد موارد الحديد موارد معدنية.
طيب يا مس، البترول مصادر ايه؟ مصادر طاقة، يبقى البترول طاقة. طيب عندنا هنا البحر الأحمر موارد مائية، البحر الأحمر. المنجنيز موارد معدنية، هنقوم كاتبين معدنية، المنجنيز. طيب مصادر طاقة هتكون الفحم، يبقى البترول والفحم مصادر ايه؟ مصادر طاقة. موارد معدنية الحديد والمنجنيز والفوسفات والذهب وغيره. موارد مائية نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات العذبة والمالحة. تمام. طيب ناخد مراجعة سريعة. أكمل العبارتين التاليتين بكلمات مناسبة ما بين القوسين. عندنا هنا الجوفية والمالحة، مياه البحر من موارد المياه الايه؟ المالحة. 2. طيب مياه البحر، طب مياه النهر من المياه الايه؟ العذبة. 2. تقوم الزراعة في بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء. والواحات على المياه ايه؟ الجوفية. طالما قال شبه جزيرة سيناء والواحات يبقى بعتمدوا على المياه ايه؟ الجوفية. ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي. خريطة الموارد الطبيعية في مصر. أجب عن السؤالين. 3. يشير رقم 1 إلى معدن. فين رقم 1؟ ده رقم 1 اللي هي العلامة دي. فين رقم 1 ده؟ ودي العلامة الفوسفات. طب لو المربع ده التيتانيوم، لو ده زي مثلا شبه منحرف بتوع الرياضة يقولوا دي ايه؟ دي نحاس، ذهب، منجنيز، حديد. المثلث حديد. يبقى دوت رقم 1 إلى معدن ايه؟ الفوسفات، ويوجد في جنوب الصحراء الغربية. 4. يشير رقم 2 إلى معدن المنجنيز. هو ده رقم 2، يبقى ده معدن ايه؟ المنجنيز. 5. استخدم المصريون القدماء النباتات العطرية والطبية في مجال، طالما عطرية وطبية في مجال الطب، زي الخروع والصبار. السؤال السادس أو رقم 6. أي من التالي يعد موردا طبيعيا؟ طالما قال مورد طبيعي يبقى المياه والتربة والحيوانات والشمس، كل دي موارد طبيعية. 7. يهدف مشروع الصوبات الزراعية في مصر إلى زيادة المحاصيل الزراعية. كل ما يكون فيه صوبات زراعية كل ما يكون فيه محاصيل زراعية أكتر. السؤال التاسع أو رقم 9. ما العلاقة بين المياه الجوفية والزراعة في الصحراء؟ إن هي عندنا هنا ساعدت المياه الجوفية على قيام الزراعة فين؟ في البيئة الصحراوية. وكمان طالما فيه زراعة ومياه جوفية يبقى أكيد تركز السكان إيه؟ حولها. 10. صنف الموارد التالية حسب نوعها. عندنا هنا نهر النيل، الحديد، البترول، البحر الأحمر، المنجنيز، الفحم. طيب موارد مائية عندنا نهر النيل والبحر الأحمر. موارد معدنية الحديد والمنجنيز. مصادر طاقة اللي احنا بنستخدمهم في الطاقة البترول والفحم. وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي التدريبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.